شيروري يا لسمير متيني بدي أقول له هالكلمتين. بدي أقول له تتذكر وقت ما قلت إنه إذا تجرأ الجيش العربي السوري على إنه يطلق رصاصة على شرق الفرات، إنه خلال ساعتين راح تحطوا الكلبشات بإيد الرئيس أحمد الشرع. تتذكر؟ تذكرها. قلت له فيش ساعتين بيكونوا صاروا عندك بالقصر وبكربشوك. بس لتتذكر هالكلمة. انسى انسى. تتذكر شغلة تاني وقت ما صرت تقول انه الرئيس احمد الشرع مش واثق بالمرافقة تبعيته، وصارت المرافقة من قوات قصد. تتذكر وقت ما قلت السيارات اللي عم تمشي هدول جماعتنا قوات قصد عم تحميل الرئيس وهي المسيطرة على القصر الجمهوري. تتذكر ولا مش ما بتتذكر؟ قل لي. تتذكر وقت ما قلت انه خلص وقت ما صارت احداث السويدة وصرت تلعب على الخرفان حكمة الهجري، وصرت تقول له انه بدنا نعمل امتداد من قصد مناطق شرق الفرات عبر التنف الى السويداء، هذا الطريق. تتذكر؟ ولهلق يمكن شيء 4 أيام وهم الشباب الخرفانين العصابات الهجرية قاعدين عم بيفكروا انه في طريق راح يفتح من السويدة لشرق الفرات. تتذكر؟ أنا بتذكر وقت ما كنت كلهم انه لا 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 هالحكي مش ضابط، انه مستحيل في عشاير عربية وكذا مش راح تخلي الطريق هذا يمشي. يقولون لنا جماعتنا لا، قوات قصد مدربة، هي مدربة فعلا وباتفاق أمريكي وراح يضلوا هذا الخط، وكانوا عايشين بالأحلام وعيشتهم أنت بالأحلام. بدي أقول لك شغلي هلق مش لك، هلق أنت بينت مثل حصحص الحمار حصحص بأفلام الكرتون وقت ما كان يقعد ورا المكتب وحاطط هالنظارات ويقرأ، أنت نفسه طلعت حصحص الحمار حصحص. بس أنا بدي أقول للخرفان حكمة الهجري، إذا أمريكا بقوتها تخلت عن قصد، أنت شو ناطر من إسرائيل؟ شو ناطر؟ أمريكا تخلت عن قصد، أنت شو ناطر من إسرائيل؟ يعني إذا رفعت يد إسرائيل عنك 5 دقائق بس مش أكثر بتكون هروب مع ألبوم صورك.